البرج ده هو السبب في إن البشر بيتكلموا لغات مختلفة لحد النهاردة. بعد طوفان سيدنا نوح وبعد ما سكن المؤمنين الأرض وانتشرت السكينة واتجمع البشر على لغة وثقافة واحدة، ظهر ملك جبار اسمه النمرود، عصى واتكبر ووصل بيه الكبر بإنه هيبني مبنى هيتسبب في نهايته. وأمر النمرود بإنه يبني برج يوصل بين السماء والأرض، بحيث لو حصل طوفان تاني يقدروا ينجوا ويبقوا أسياد على كل البشر، في تحدي واضح وصريح لله. ولكن نهاية الكفر والكبر واحدة، فكان العقاب من جانب الله بإنه غير لغة كل مجموعة منهم، فسادت البلبلة والفوضى بينهم وتهد البرج فوق راسهم كرد واضح وصريح من الذات الإلهية على كل ظالم ومتكبر، عشان يبقوا بعد